السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ دايما يا رب تكونوا بصحة وبأحسن حال، وما تشوفوا وحش أبدا في ولادكم ولا أهاليكم يا رب العالمين. أم الحبيبة، أم العزيزة ربنا يبارك لي فيها ويبارك لنا فيها جميعا، ويبارك لكم في أهاليكم يا رب. هنا قالت لي كان المفروض ان احنا هنعمل أكلة كده، هتعرفوا في نهاية الفيديو ايه هي الأكلة دي، بس خليكم معايا واحدة واحدة عشان هناخد الصدمة في الآخر. هنا هي جابت بصلاية حلوة كده، خرطتها وخرطت عليها قرن شطة، تمام زي ما انتوا شايفين كده. حطيت انا عليها شوية زيت وهسيبها تتشوح. واو، نسيت اقول لكم، خرطت عليها 3 فصوص توم. هنا جابت 3 4 حبات من الطماطم وضربتهم في الخلاط، تمام. وهنا انا كنت بقلب البصل عشان خاطر ما تجنبش، ما تتحرقش، عشان يبقى كلها لون واحد، تمام. خليكم معايا واحده واحده عشان انا اخدنا مقلب والله العظيم في الاخر في الاكله دي. هنا هنصفي الطماطم، تمام. واقول لك أنا لحد دلوقتي، لحد ما الاكله كانت استوت، انا ما كنتش مصدقه ان مش هي دي اللي كانت في دماغي. قسما بعز جلاله الله وحياة صيامي، انا كنت مفكراها اكله اللي احنا عارفينها اللي انا جايباها عشان نعملها، تمام. فهنا مش عارفه ليه البصله كده عملت فوران قبل ما ننزل بالطماطم، كانك حاطه بالظبط سمنه بلدي وهي عامله فوران. مفيش حاجه تعمل فوران كده وانت بتعملي البصله او التومه غير السمنه البلدي. ما علينا، هو شويه الزيت اللي انتوا شفتوهم دول. ماما هنا صفت الطماطم وانا هنا كنت ماسكه الكاميرا مع التقليب المستمر، تمام. العيال طبعا عماله تلعب مش فاضيالي، وهنا مفيش ستاند، الستاند في البيت، وحتى لو كان معايا هو اصلا مكسور مش عارفه ليه. يلا الحمد لله. هسيبها بقى، ماما قالت لي سيبيها هتتسبك، تمام. انا هنا سيبتها تتسبك ورحت قعدت قلت لسه شويه، سيبها شويه كمان. رحت قعدت كلمت كلمتين مع اخويا ابراهيم، رحت لقيت ماما استغفلتني وخلتني سرحت في الكلام، وراحت حطت الشوربه من ورايا. يرضيكوا؟ وانا اقول لا لا يا ماما، كل ما تعملي حاجه ابقوا قوليلي، ابقوا قوليلي عشان خاطر اصورها. قالت لي ماشي. ما تعرفش بقى، نسيت، مش عارفه. ده هنا الكيس ده كان في الفريزر، واحنا طلعناه على اساس ان هو خبيزه. خليكم معايا واحده واحده عشان ما نتلخبطش. انا سبته، ما هي قالت لي حطيه كده هو هيفك في قلب الصلصه، يا ستي سيبيه يفك معايا، قالت لي لا. هنا ماما بقى، شفتوا بقى، هنا زودت الشوربه من ورايا وما قالتليش، تمام. وانا قايله لها بقوليلي، قالت لي عايزاني احط شوربه تاني عادي، قلت لها اوعى احط شوربه تاني عادي وخلاص. إيه حطت، زودت شوربه من بتاعه الفراخ اللي احنا كنا عاملينها معاكم في الفطار، اللي هي بتاعه الفرخه البلدي دي، تمام. هنا بقى قالت لي هحط شويه رز، حفانين رز كده عشان تستوي في ايه، في قلب الخبيز. قعدت تقول لي الخبيزه ما بتحبش الطماطم كتيره وكده، هي دي الشوربه اللي قلت لك عليها، شوربه سمينه جدا. الخبيزه ما بتحبش الطماطم كتيره، وفي الاخر طلعت حمرا زي ما انتوا شايفين، كترت الطماطم. وفي نفس الوقت هي كده حطت رز، تمام. وشوف بقى في اخر الاكله بقى، هشوف الخبيزه، يا ربي، حاسه ان هي سبانخ، انا حاسه ان هي سبانخ. وهي تقول لي دي سبانخ، اقول لها لا يا ماما دي خبيز. يا بنتي تقول لي دي سبانخ، وانا والله يا ماما خبيز. فين وفين في الاخر طلعت سبانخ. تقول لي طعم وريحه السبانخ وانا كنا عايزين ناكل خبيزه جدا، يعني كنت بجد كان نفسي اكلها، وهي بتعملها بطريقه حلوه. في الاخر بقى يلا طلعت سبانخ وما طلعتش خبيز. تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وتقولوا في الكومنتات ما تحطيش حاجة تاني، ما تحطيش حاجة تاني من ورايا في الأكل، خليني أكون عندي يعني على علم، تمام. و... وكانت بجد طعمها حلوة، تسلم ايديكي يا حاجة. يلا بقى نحط السحور، ده كان سحورنا. قعدت نجيب جبنة ولانشون ومش عارف ايه وشيبسي وكده، قلت يا لا عايزة اكل خبيزة. في الاخر ما طلعتش خبيزة، بس طلعت حلوة برضو، شغالة. ونحط الاكل، بس انا للاسف ما، يعني ما كنتش صورت ما اديتش صور خالص، نسيت.
يلا تعالوا بقى تسحروا معانا. لقمة على مقاسهم كده، لقمة هنية تكفي 300 زي ما بيقولوا. واشوفكم فيديو جديد، وما تنسوناش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا كومنتات كتيرة قد كده على قد ما تقدروا.